في الفيديو ده هقول لك على الايام اللي من غير علامات. هنبدا الفيديو، بس في الاول عايز اشكر الناس اللي وقفت معايا الفتره اللي فاتت. شكرا على الدعم وشكرا على التعليقات الايجابيه، وان شاء الله من الافضل للافضل. من 2019 لحد دلوقتي مع كل اللي حصل وبيحصل كل يوم، الناس زاد اهتمامها بعلامات الساعه وظهور المسيح الدجال. مركزين على علامات الساعه الصغرى خلصت ولا لسه، والعلامات الكبرى هتبدا امتى. عندهم امل ان هم ممكن يحضروا العلامات الكبرى، وناسين ان هم ممكن قيامتهم تقوم اصلا دلوقتي. حرفيا والله انا مش ضامن هلحق ارفع الفيديو ده ولا لا. النفس اللي خارج ده انا مش ضامن زي ما خرج هيرجع تاني ولا لا. في مقوله بتقول انه من مات فقد قامت قيامته، وفي كلام ان المقوله دي كمان حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث ضعيف. مضمون الكلام يعني ان الواحد لازم يعمل حسابه ان هو ممكن يموت في اي لحظه، وهي دي بقى الايام اللي من غير علامات. الناس مستنيين علامات الساعه الكبرى تظهر علشان تتوب. طب ما العلامات الصغرى بتحصل كل يوم واحنا عايشين فيها ولا تهزت لنا شعره. مستنيين نشوف علامه كبرى علشان نتعظ. طب ما هو من باب اولى نتعظ باللي بنشوفه كل يوم. وكلامي هنا عن الشباب اللي بيموتوا فجاه كل يوم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اكثروا من ذكر هادم اللذات. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كفى بالموت واعظا. كلنا قرينا وسمعنا عن حادثه ميكروباص المنوفيه واللي مات فيها 19 بنت، كلهم كانوا في عمر الشباب. كل واحده فيهم كان عندها حلم، ما كانوش متخيلين خالص ان قيامتهم خلاص قربت. واحنا بنبحث عن علامات الساعه الصغرى والكبرى، وناسين خالص ان في قيامه تانية ممكن تيجي في اي وقت بس من غير علامات. بجد يا جماعه احنا لازم نرجع لربنا تاني، ولو حتى هنحافظ على الفروض بس في الاول، وبعد كده نحاول نقرب من ربنا واحده واحده. ودلوقتي جه وقت سؤال النهارده، وهو: كم مره ذكرت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اكتبوا لي في الكومنتات، وبالمره تصلوا على النبي. جاوب على السؤال في الكومنتات علشان تكسبوا معانا. هستنى دعمكم على الفيديو، واهم حاجه اللايك علشان هو اللي بينشر المحتوى. شيروا الفيديو لاصحابكم يمكن حد يستفيد وتاخد اجره. ما تنسوش تقولوا لي ملاحظاتكم في الكومنتات علشان اطور من نفسي. سلام.